واحدة بتحكي وبتقول أنا متجوزة بقالي 5 شهور، وبصراحة جوزي طيب معايا قوي وبيعاملني كويس قوي. إحنا حاليا ساكنين في بيت أهله، ومامته وباباه قاعدين في الدور الأول، وأنا وجوزي ساكنين في الدور التاني. المهم إن من حوالي أسبوعين لقيت حماتي بتخبط عليا وجايبة لي في إيدها 3 كيلو لحمة، فسألتها وقلت لها أعمل بيها إيه؟ فردت وقالت لي معلش يا بنتي أنا تعبانة النهاردة ومش قادرة أعمل غدا، بعد إذنك اعملي لنا اللحمة دي نتغدى بيها كلنا النهاردة. فأنا اتصلت على ماما وقلت لها حماتي جايبة لي لحمة عشان أطبخها، قولي لي بقى أعملها إزاي. لقيت ماما بتقول لي إزاي تأمرك تعملي لهم غدا وانت لسه عروسه جديد، وقامت جايه لي البيت وزعقت لحماتي وفرجت عليهم الشارع كله، وقالت لي اطلعي لم حاجتك وتعالي معايا، انت جاي البيت ده مالك، هم اللي يخدموكي مش انت اللي تخدميه. وفعلا لميت هدومي ورحت معاه. المهم ان من ساعه اليوم ده جوزي ما جاليش عند اهلي او حتى فكر يتصل عليا، فماما قالت لي لو قعدت كمان اسبوع وهو ما اتصلش هرفع عليه قضيه واخلعه من المحكمه. انا بعت القصه دي عشان انا بحب جوزي وعايز ارجع له، وبجد محتاجه رايكم لان انا تايهه ومش عارفه اعمل ايه. فاسمع كلام ماما واروح اخلعه في المحكمه، ولا اتصل على جوزي يجي يروحني.